السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابة النهاردة أتكلم في موضوع مهم جدا 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 بالنسبة لي، وهو فكرة الإعلام المصري. حرفيا احنا الإعلام يعتبر من أهم الوسائل المفروض بتوصل للشعب، يعني هي حلقة الوصل كده ما بين الشعب، بتوصل لهم حاجات وبتأثر بشكل كبير قوي في الوعي الجمعي وبتضخم في الوعي الجمعي. لا، احنا عندنا الاعلام في مصر ما بتكلمش في الموضوع ده خالص. احنا عندنا الاعلام في مصر ان انت حضرتك تروح تعمل فيديو على التيك توك فيفيرال اوي الفيديو ده، تكون بتعمل فيه اي حاجه، اي هبل خلاص. يعني تكون شخص مش مؤهل، وتكون شخص مش متعلم، وتكون شخص مش فاهم وطالع بتفتي او بتعمل اي حاجه او بترقص او بتعمل اي حاجه، فيقوم لا، الاعلام المصري يشوفك حاجه كده، صوره نموذجيه للشخص المثالي اللي المفروض يظهر عنده، فيقوم جايبين حضرتك ومطلعينك في الحلقة، فحضرتك تطلع ويقعدوا يسألوك في أسئلة، فتلاقي نفسك بتهبط في الكنافة. من ضمن الحاجات اللي انا كنت شايفاها كان في برنامج ثقافي، بدون ذكر اسماء وبدون يعني ذكر القناه، وهي قناه مش مشهوره الحمد لله، يعني هي مش مشهوره. فيها حد كان طالع بيتكلم على انه شاعر وان هو بيكتب شعر ومش عارف ايه، فبيسالوه بيقولوا له هو حضرتك بتقرا كتب لمين؟ فطبعا رد الشاعر المخضرم جدا في الحياه، قال لهم والله بقرا كتب لنجيب ساويرس و وبحب بسمع جدا لعمر حسن ومش عارف ايه كده. انا مش بتريق عليه والله، يعني هو كشخص يحترم مني جدا يعني، وله جزيل الشكر والاحترام على راسي. بس الفكرة ان هو يعني ايه، يعني هو ده مستوى الثقافة المصري فيه طيب يعني ولا ايه؟ على الصعيد الاخر، بعيدا عن استضافات الناس وبعيدا عن البرامج التوك شو او كده، البرامج بقى اللي هي بتطلع تتكلم حرفيا يحسوك انهم قاعدين على مصطبة. يعني انا فعلا مش لاقيه تعريف للاعلام المصري الا من رحم ربي. طبعا اكيد في برامج كويسه عشان ما اكونش بعمم، بس الاكتريه عباره عن شغل مصاطب، ان هما مصطبه كده قدام الواحد، يبني بيته ويعمل قدامه مصطبه ويجيب عليه شويه اعلاميين بيقعدوا يتكلموا. فتلاقي والله واحده طالعه عماله بتسخن في البنات، ويا بنتي اول ما يجي يكلمك على فكره اقفلي موبايلك لمده يومين وبيني له ان انت متي، وان ما جالكيش على الحصان الابيض لحد البيت جري يشوف مالك ويسيب اللي وراه واللي قدامه وكده، يبقى الشخص ده ما بيحبكيش ومش عارف ايه، وبلوك بلوك بلوك بلوك. على الصعيد الاخر تلاقي واحده طالعه تانية تقولك ايه، يا سلام ده الست ملهاش الا بيت جوزها، البيت الست مش عارف ايه. انتوا مش عارف ايه وكده، وتلاقي على الصعيد الاخر فتلاقي واحده هنا كده بتتكلم، هي مش نسويه خالص، مش بتتكلم في حقوق المراه ومش بتتكلم في اي حاجه. عارفين الواحده اللي بتطلع تتكلم بمنطق او ان هي يكون عندها حاجه وبتناقشها بطريقه معينه، وما بين الواحده اللي بتطلع ايه، تسخن على الطرف الاخر. فهي المذيعه دي من الناس اللي بتدخل تطلع تسخن كده على اي حد، ومش بتتكلم خالص في حقوق المراه، بالعكس يعني لا اراء ذكوريه احيانا يعني. والست التانية اللي هو لقت ايه ده بجد، ده مجتمع ذكوري جدا، فيجي معاه الطريقة التانية دي، فخلاص يلا اكبر فئة من الشعب كام واحد كده بيحبوا المواضيع دي، فتمام انا هطلع على قناة اقعد اتكلم فيها واقعد اقول الكلام ده. ونيجي نبص على قناة اصلا نلاقيها قناة مش مصرية، يعني قناة مش مصرية، وأكيد هدفها الأول اللي هو التشويش على وعي المجتمع بجد، يعني اللي هو الوعي الجمعي لو اتضرب خلاص انت محتاج ايه من الشعب ده. فده كان نبذة بسيطة جدا 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 عن الإعلام عندنا في مصر. يعني هو الإعلام عندنا في مصر شغل مصاطب بجد، اللي هو بيطلعوا بيتكلموا في أي حاجة، فإنك تقعد تدور على قناة كده تشوف ايه الدنيا، ايه الموضوع، فتلاقي ان ولا في موضوع ولا في دنيا. ايه ده انت مكبره الموضوع ليه؟ يعني ما بناكل عيش على فكره والدنيا زي الفل، يعني انت عاوزه ايه؟ فانا بصراحه ما عنديش معلومه، يعني هو ده حاجه ممنهجه ان هي تشوش على افكار الناس، والناس تنشغل بحاجات عبيطه زي دي ويبعدوا عن القضايا الكبرى او الحاجات الكبرى اللي المفروض تقدم المجتمع، ولا ده ايه بالظبط؟ انا لحد دلوقتي ما عنديش اجابه على السؤال ده، ومش لاقي حد يجاوب لي عليه الصراحه يعني. بس انا مستغربه، يعني مستغربه ان هو المستوى الانحدار اللي احنا وصلنا فيه ده في الاعلام. حد يقوم جاي قايل لي على فكره يا نور بقى، انتي بتكبري المواضيع وبتأفوري قوي وطالعه، يعني ايه يعني لما حد يطلع يتكلم على فكره احنا بنتبسط وبنضحك وبنعمل رياكت على الفيسبوك وبنعمل شير للموضوع، والموضوع بيعدي، يعني ما فيش فيه لا تخلف ولا وعي جمعي ولا الكلام ده. فانا احب اقول لحضرتك ان من اكتر الحاجات اللي بتأثر على الوعي الجمعي عموما في المجتمعات هي فكرة الإعلام، وسائل الإعلام عموما. ليه وسائل الإعلام؟ لأن وسائل الإعلام دي حاجة حضرتك كل يوم بتشوفها، بتجيب لك معلومات أو بتديك أخبار كل يوم. لو أنت كل يوم حد بيجي يشربك مية سخنة كل يوم كل يوم كل يوم،
هتلاقي نفسك مع الوقت معدتك بتعود عليها، زي فكرة دماغنا. كل يوم حد بيضخلك معلومات معينة، هتلاقي مع الوقت ان هو دماغك هتبقى هي عبارة عن الحاجات دي بس. فهو الفكرة ان الناس اللي بتستهون بالبرامج التلفزيونية او الافلام او الحاجات دي، وان هي ما بتأثرش في المجتمع، وان احنا على فكرة بنهبد والكلام ده، لا، ده مش بتأثر في المجتمع كمان، لا، ده بتأثر في سلوك الناس. يعني هو تقدر كمان ان هي تأثر في سلوك البني ادم، مش في افكاره بس. طب اثبت لنا الكلام ده، ايه الدليل على صحة كلامك يعني؟ والله عايزة اقولك اول حاجة يعني بتدل على صحة كلامي ان الاعلام بيعرف يصنع الرأي العام. يعني بيعرف كده ان هو يوجه الرأي العام او يصنع الرأي العام. يعني حضرتك لو حصل دلوقتي مذيعة ما او مذيع ما قال حاجة معينة، مثلا قال قضية معينة او قال رأي معين، والرأي ده طلع ترند، هتلاقي حضرتك سواق التوك توك بيتكلم فيه، وعمه بتاع الفرن بيتكلم فيه، وعمه بتاع السوبر ماركت، واللي على اول الشارع، ورئيس الجامعة، والدكتور في الجامعة، ودكتورة السكشن، والطالب اللي جنبك، وعمه اللي بيبيع لك الاندومي في الكافيتيريا بتاعت الجامعة، وكله هتلاقيهم بيتكلموا في نفس الموضوع. ففكرة ان انا بوجه النقاش العام حوالين موضوع معين بيخلي الناس كلها تتناقش في الموضوع ده، فده بيأثر. ان هو فكرة ان انا دلوقتي جبت موضوع وبدأت ان انا اتكلم فيه مع الناس، فالناس كلها توجهت للموضوع ده، وكل واحد بدأ يقول رأيه. الأسرة في البيت وهم بياكلوا قاعدين بيقولوا رأيهم، الناس على الفيسبوك بيعملوا رياكتات وميمز وبيقولوا رأيهم، كل الناس بتقول رأيها. ففكرة توجيه الرأي العام لحاجة معينة، ما هو ده بيأثر. ان انا دلوقتي اقوم رايحه جايبه واقول لك اصل كذا، اي ترند من الترندات التافهه، مش عايزه اذكر حاجه معينه، يعني هتلاقوا الناس كلها بتتكلم فيها وتلاقينا بنهزر بيها اصلا. فيعني احنا مش هننكر الكلام ده، لا، ده حقيقه وبتحصل. صناعه الراي العام ان هو الاعلام من اكبر الحاجات اللي بتقدر ان هي توجه الراي العام تجاه حاجه معينه. لو في قضية فساد كبيرة، الإعلام بدأ يتناولها بطريقة معينة، وبدأ إن هو يقول لنا إن إحنا نتناولها، نلاقي نفسنا مع الوقت إن إحنا بنتناولها، وإن إحنا بنبدأ إن إحنا نتكلم فيها، ونبدأ نشوف ده حصل ليه ومش عارف إيه. بس الإعلام تافه وبيوجه لنا الحاجات التافهة المتخلفة اللي بتخلي الوعي الجمعي بتاعنا في انحدار، وبتخلي آرائنا في انحدار. ويعني خلاص، يعني إحنا مش مستنيين حاجة، إحنا مش هنقعد نفكر، لأنها كلها مواضيع ما بتحتاجش التفكير، بتحتاج تفاهة بس. تاني حاجة الإعلام بيقدر يعملها هو فكرة إن هو بيقدر إن هو ينشر المعلومة ويعمل بروباجندا كبيرة. يعني ممكن معلومة معينة أو صورة معينة عن حاجة فئة معينة، بيبدأ إن هو ينشرها، وإن هو يعمل بروباجندا كبيرة قوي عليها، والناس تقعد تفكر وتشوفها وتعمل إيه. ممكن أساس الصورة دي تكون غلط أصلا، ممكن تكون صح، ايا كانت هي غلط او صح، الناس بتستقبلها وتبدا ان هي تبقى حاجه شائعه جدا، ويتكلموا فيها ويشوفوها ويقولوها وكل الكلام ده. فده برضو بيأثر، ان انا اسمع حاجه فاروح اقولها لماما، فماما تقولها لخالته، فخالته تقولها لبنت خالته، فكله يقولها لبعضه، فتلاقوا الموضوع بينتشر كده مع بعضه، ويعمل بروباجندا كبيره، فتلاقوا مصر كلها بتتكلم في نفس الموضوع، او اي دوله في العموم بتتكلم في نفس الموضوع اللي الاعلام بتاعها بيصدر صوره معينه، فهو بيعمل بروباجندا وبينشر معلومات. كمان تالت حاجة الإعلام بيستخدمها فكرة التأثير الشعوري أو التأثير العاطفي، إن هو يقدر إن هو يستخدم العاطفة، أو إن هو يقدر يستخدم الشعور في إنه يجيب لك حاجة معينة، زي مثلا أحداث الحرب اللي بتحصل، يجيبها لك وتبدأ إن أنت تشوفها، فتحس إن أنت بتتأثر جدا لما أنت تشوف المنظر ده، او تشوف الحاجه دي، فبتبدا ان انت تتاثر جدا. او على العكس التاني، ان هو فكره اللي هو بيستخدموها في الماركتينج، فكره تسويق لمنتج معين، يبدا يجيب لك المنتج ويجيب لك عليه اغنيه معينه، ويجيب لك حد معين ويطلع يقعد يتكلم ويعمل، فتحس ان انت مبسوط قوي، تكسر الدنيا وتنزل السوبر ماركت تجيب منها 60,000 قطعه وتطلع البيت تاني. فده بيأثر في شعورك بشكل أو بآخر، فكرة إن أنت حسيت بحاجة أيا كانت، حاجة محزنة أو حاجة مفرحة، فهو له تأثير كبير في إنه يحسسك بالحاجة دي، فيبقى هو كده بيأثر عليك شعوريا. كمان فكرة تطبيع الأفكار والسلوكيات، إن هو يجيب سلوك معين أو يجيب فكرة معينة ويبدأ إن هو يتناولها طول الوقت طول الوقت طول الوقت، فتحس إن هي عادي. زي فكرة التدخين مثلا، لو حد جاب لك سيجارة وقعد يشرب كتير قوي في فيلم معين، وقعد يشرب ويعمل فأنت تحس إن هو التدخين ده عادي، ما تحسش إن أنت بتشمئز منه قوي زي الأول. أو فكرة معينة زي البرامج اللي أنا مش عايزة أجيب سيرتها خالص، بتجيبها وتقعد تقولها وتقعد تعملها، وتلاقي قبول جدا من الناس وكومنتس كتير قوي على الفيسبوك عليهم، وتحس إن البرنامج خلاص بينطلق للعالمية بسبب الفكرة دي، ويقعدوا يجيبوها كده، فبيأثر في أفكارنا وسلوكياتنا. طبعا احنا كمصريين ما عندناش تفكير نقدي، فاحنا لما بنقعد نشوف نلاقي الحاجة عليها ناس كتير قوي، فاشمعنى كل الناس دول معاها واحنا اللي مش معاه؟ يعني فلازم احنا كمان، فتلاقي الفئة الكبيرة
بتضم اليها الفئه اللي هم يعني لا غير منتمين لاي حاجه، فتلاقيهم رايحين لها على طول، الا الانسان الواعي طبعا يعني، والا من رحم ربي يعني، من الناس اللي عندها افكار وعندها دماغ وتقدر ان هي تفكر وتحلل. كمان عندنا التفخيم، ان انت تقدر تجيب حد معين تفخمه وتديله اكبر من حجمه جدا، فاحنا نشوفه حد الله ده جامد قوي، ده عظيم، ده حد ما حصلش. او ان انت تجيب حد معين وتبدا ان انت تصغر وتقلل منه، فنحس ان هو شخص سلبي، بنشوفه بطريقه سلبيه قوي، فنبدا ان احنا نكرهه جدا وما نحبوش. فاللي بيقدر يعمل الحاجتين دول الاعلام، يقدر ان هو يوصل لنا فكره ان احنا ممكن نحب حد قوي، ممكن نكره حد قوي من طريقه الاعلام. فلا هو بيأثر، ازاي ما بيأثرش. طيب يا نور، احنا عرفنا كل الحاجات دي، وقد ايه كلها حاجات سلبيه، وقد ايه كلها حاجات ما ينفعش خالص ان هي تكون موجوده. احنا بقى نعمل ايه؟ والله انا اقدر اقول لك ان انت اول حاجه ان انت ما بتمشيش ورا اي حاجه بتتقال، يبقى عندك تفكير نقدي كده، تقعد تشوف ايه اللي بيتقال وايه الموضوع والكلام على ايه، وتشوف الدنيا فيها ايه ورايحه فين وجايه منين، فتبدا ان انت تحلل الامور، فهتبدا ان انت يبقى عندك هتبقى صاحب فكر حر، تبقى عندك فكره معينه حره، تقدر ان انت من خلال الفكره دي تزوم عليها كده وتشوف ايه الدنيا. تاني حاجة بقى، وهي فكرة ان انت تقلل من الاخبار السلبية، ما تقعدش طول الوقت تقعد تشوف حاجات سلبية حاجات سلبية حاجات سلبية، هتقفلك عموما وتخليك عرضة اكتر للانكزايتي، وعرضة اكتر للدبريشن، وان انت تكون حد طول الوقت بيتابع الاخبار السلبية دي. تالت حاجة بقى من الحاجات اللي احنا لازم نفتديها جدا من الإعلام برضو، وهي فكرة الإنسان يكون عنده awareness، إن أنت يكون عندك وعي. طول ما أنت عندك وعي، وطول ما أنت قادر إن أنت تشوف الأفكار وما تنجرفش وما تجريش ورا الناس لمجرد إن هما هناك الناس الكتير، لا، ممكن تكون لوحدك وتكون بتفهم أكتر من الناس دول كلهم. ممكن يكون عندك معلومة هما لسه ما وصلوش ليها، ممكن أنت تكون رايح على فكرة وتكون راجع وهم رايحين، يعني ما تعرفش. فيكون عندك awareness وتشوف ايه اللي بيدخل مخك منهم وايه اللي بيطلع منهم، وتبدأ ان انت تتابع الامور وما تنجرفش ورا اراء الناس، وما تنجرفش ورا كل الحاجات اللي بتتقال، وتكون حد صاحب فكر حر. في النهاية حابة اقولك ثانك يو ان انت وصلت لحد هنا بجد، يعني مش عارفة اقولك ايه.